النهارده ان شاء الله السيشن بتاعتنا مختلفه شويه، لان احنا ان شاء الله هنشتغل على الرايتنج، مهاره الكتابه الخاصه بيونت 7. هي سهله جدا، بس انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتكره اصلا تكتب. يعني تقول لك ايه، انا لسه هكتب ويقول لي بقى 150 كلمه ويكتب لي باراجراف معلش احنا مضطرين. مهاره مهمه، ولازم ان انت تبقى فعلا بتعرف تكتب. وللاسف اغلب الطلبه يا جماعه واللي بشوفه بنستسهل. ابدا الباراجراف اروح كاتب ايه it's important to، نفس الكلمه نفس الجمله بتتقال كل مره. اجي انهي it was a very great day it was a nice day. يا جماعه لا، هو انت مش روبوت. هو انت روبوت حافظ، انسان آلي كده حافظ انت بتكتب ايه، حافظ انا بكتب ايه وخلاص ببصم وخلاص؟ لا، لازم يبقى عندك ابداع، لازم عندك فكر، ايدياز بتاعتك، ده كل ده مهم، وده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. ايه هو نوع الرايتنج بتاعنا في يونت 7؟ لو تفتكروا انا اليونت بتاعتي كلها بتتكلم عن الرياضه، سبورتس. يبقى انا هكتب عن ايه تفتكروا؟ رياضه، بالظبط كده، هكتب عن الرياضه بس بنوع مختلف شويه، بشكل مختلف شويه. هو انا عايز هنا اكتب عن حاجه اسمها ريبورت. يعني ايه ريبورت؟ يعني تقرير. يعني ايه يا مس تقرير؟ يعني انا هدي تقرير، حضرتك هتدي تقرير، بس هنسميه سبورتس ريبورت، تقرير رياضي. تقرير ايه؟ رياضي، حتى مكتوب عندكم اهو سبورتس ريبورت، تقرير رياضي. انا حاطه اهو تقرير رياضي. بمعنى ايه؟ طيب كتبته بايدك وابتديت تقول انا ايه اللي شفته، يبقى ده اسمه تقرير. بتبتدي تنقل للناس الصوره بالظبط اللي انت شفتها، واللعيبه كانوا عاملين ازاي، والاستاد كان عامل ازاي، والدنيا كانت كذا، وفي النهايه حصل كذا، وفي البدايه حصل كذا. يبقى انت كده بتدي ايه؟ تقرير، ريبورت. كل ده اسمه ايه؟ ريبورت. طب يعني ايه؟ تعالى نفهم بقى مع بعض.